السلام عليكم لكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. هذه كارولين راهي خارجة وتهضر على مرت هشام كوك، وراهي فضحتها بالدلائل وجابت صور نتاعها بدون نقاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خاوتي، السؤال اللي مطروح في راسي وراس جميع الجزائريين، هل صحيح هذه هي زوجة هشام كوك، المرأة العفيفة اللي تدير نقاب، ولا مجرد كذب وإشاعات باش يشوهوا السمعة نتاع المرأة؟ هذا السؤال راه يدور بزاف في رسام الجزائريين والجزائريات. ماذا بهم يعرفوا الحقيقة؟ مادام خاوتي خرجتوا أخباركم وفضايحكم للعلن، من حق الناس تعرف الحقيقة باش ننسى اللي كيما لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نقولوش كيما مرت هشام كوك يديروا نفس الحالة، يديو عبرة باللي مهما دارت الدنيا ومهما خبيتي يا أيتها المرأة الخائنة لزوجها لابد يجي نهار وتتكشفي قدام الناس. هذه هي الصورة تاع زهور طليقة الشاف حجاب بدون حجاب وتحكي مع راجل اللي هي فيه معاه علاقة في 4 شهور. قالت لك علاش تفضحي فيها؟ باسكو كي جات ما قالتليش الصح. كي جات سقسيتها 3 مرات، 3 مرات نسقسيها راكي صادقة؟ وي راكي صادقة، وي راكي صادقة، وي علاش كذبت عليا؟ المهم قاعدة تهدر مع السيد بدون خمار، بدون نقاب، بدون حجاب. هامينا لي كابتور تاع المحادثة. هشام كي شاف هذه التصويرة تاع المحادثة عندها في التليفون قالها شكون؟ قالت له ما نعرفش. السيد رفد روحه وراح لدارهم. كي راح لدارهم خواتاتها في 3 شهدوا فيها، قالوا له كنا باغيين نقولوا لك بصح كنا خايفين منك.